عمركم شفتوا شخص وحسيت ان انتوا نفسكم تكونوا زيه؟ ده اسمه القدوة. اي انسان سوي في الدنيا عنده شخص قدوة، شخص هو شايفه ناجح ونفسه يكون زيه. الشخص الغير سوي ما عندوش قدوة، لانه طبعا هو بيكون شايف نفسه انه مفيش منه اتنين، وانه ما يتكررش تاني، وان مفيش اي حد في الدنيا احسن منه. لكن الشخص السوي عنده الثقة الكافية ان هو لما يشوف حد شخص ناجح وذكي ان هو يقتدي بيه، مش عشان هو قليل او حاجة، لا، او عشان هو مش واثق في نفسه، لا، برضه عشان هو واثق جدا من نفسه وعارف كويس قوي مؤهلاته والمميزات اللي موجودة عنده. فبالتالي هو لا بيحقد على حد ولا بيحسد حد ولا بيشوف ان هو اقل من حد، هو بس شايف ان الشخص ده مميز جدا في حاجة معينة، فبيحب ان هو يقتدي بيه ويقلده عشان يحقق نفس النجاح بتاعه. الشخص القدوة لازم يكون عنده صفات معينة ومحددة، زي مثلا حسن الخلق، الصدق، التواضع، ان هو ما عندوش شخصية متناقضة او بيعمل افعال متناقضة في نفس الوقت، الصبر، المعاملة الكويسة للناس اللي حواليه، ان هو لما بيقدم وعد بيقدر يوفي بوعده وعهده اللي اداه للناس، صفاء النية، طيبة القلب، وهكذا. احنا كأشخاص لازم مبدئيا نقتدي بالرسل بتوعنا مهما كانت دياناتنا او اعتقاداتنا. فالرسل دايما كانوا نموذج للقدوة الحسنة بسبب صدقهم وحسن اخلاقهم ومعاملتهم الطيبة للناس، وكان عندهم شخصيات مميزة وفريدة جدا جدا احنا عارفينها كويس. حتى ربنا قال لنا في القرآن: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وعشان كده احنا لازم نقتدي بيهم في معاملتنا وتصرفاتنا مع الناس. يقولك دايما ما تظهروش الدين بتاعكم في شكلكم الخارجي، المهم ان انتوا تظهروا الدين في أخلاقكم ومعاملتكم الحسنة للناس. هو ده التدين الحقيقي. الناس القدوة عندهم بيختلفوا حسب اللي هم عايزينه. يعني في ناس مثلا قدوتهم حد من اهلهم، ابوهم، امهم، عمهم، خالهم، اجدادهم، وهكذا. وفي ناس القدوه بتاعتهم شخص ناجح ومميز جدا بيكونوا عايزين يوصلوا لنفس نجاحه وتميزه وحب الناس ليه. للاسف بقينا نشوف اليومين دول الشباب والناس بيقتدوا بنماذج ما بتمثلش القدوه الحسنه ابدا، بيقتدوا بيهم في الافعال السيئه وفي الحاجات السيئه اللي هم بيعملوها، وده بقى ياثر على المجتمع بتاعنا ككل وعلى اخلاقيات المجتمع. احنا لازم نختار قدوتنا كويس جدا، لازم نختار القدوه الحسنه، مش اي قدوه وخلاص. احنا لو اخترنا القدوه السيئه دي للاسف ده هيأثر علينا ويودينا لطريق وسكه ومصير سيء جدا للاسف. فخلوا بالكم من اختيار قدوتكم. احنا كمان لازم نكون قدوه لاولادنا، نخلي بالنا كويس قوي من تصرفاتنا قدام اولادنا لو احنا عايزينهم يختاروا اشخاص صالحين. يعني ما ينفعش نيجي ننصح اولادنا بحاجات واحنا بنعمل حاجات تانية خالص. انا عن نفسي بحاول اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في تعاملاتي واخلاقياتي مع الناس، ده غير ان انا بقتدي بوالدي في تحملاته للمسؤولية وقوته في مواجهة الظروف. وكمان نفسي جدا جدا ان انا اكون زي دكتور ابراهيم الفقي ان شاء الله في يوم من الايام واحقق نفس النجاح اللي هو حققه. هو حقيقي كان جارنا في الشارع، وكنت دايما وانا صغيرة اشوفه قد ايه هو دايما مبتسم وبينور الدنيا كلها لما بيظهر، وكان دايما يدي للناس كلها اللي حواليه طاقة ايجابية، وكان انسان في منتهى الخلق والتواضع. وبتمنى ان شاء الله ان انا اكون حد زيه واحقق نفس نجاحه واسيب اثر كويس ان شاء الله حتى بعد ما اموت. قولوا لي بقى انتوا في التعليقات انتوا بتقتدوا بمين؟ كان معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.